بما ان خلاص داخلين على الجامعه، فدول كام نصيحه كده خلي بالك منهم. اول حاجه وهي التعامل مع دكاتره الجامعه، لازم تفرق بين دكاتره الجامعه والاساتذه اللي كانوا معاك في الثانويه. التعامل مع دكاتره الجامعه لازم يكون بنضج شويه وباحترام، فبلاش انك تحاول تهزر كتير او تقول كلام خارج جدير، لان اي حاجه بتعملها لو زعلت الدكتور منك بتتحاسب عليه. وللاسف مش انت الوحيد بقى لوحدك اللي تتضرر، لان ممكن واحد بس طالب واحد في الدفعه يعمل تصرف غلط، او تصرف الدكاتره بالنسبه لهم ده حاجه مش مسموح بيها، يضر الدفعه كلها، والدكاتره بتاخد فكره عن الدفعه دي ان هي دفعه وحشه، فممكن يصعبوا عليكم الامتحانات، يزعلوكوا في درجات النشاط. فلازم تتعامل مع الدكاتره باحترام. تاني حاجه وهي الصحبه. فتره الجامعه مهم جدا جدا، الاصحاب اللي حواليك مهم جدا جدا انك تكون اصحاب، لان دول اللي هيسهلوا عليك فتره الجامعه لو احتجت حاجه، لو اتزنقت في حاجه. فبالتالي ده هيسهل عليك فتره الجامعه، وهيساعدوك في حاجات كتير. لو انت واقف عليك حاجه، عطلت في حاجه، هيشدوك معاهم وهيهونوا عليك فتره الكليه. فلازم تعمل صحبه، والصحبه مهمه جدا جدا في الفتره دي. ثالث حاجه وهي اياك انك تتحرج تسال الدفعه اللي اكبر منك. الدفعه اللي اكبر منك عدت بنفس التجربه اللي انت فيه، الدفعه اللي اكبر منك في يوم من الايام كانوا في نفس السنه اللي انت فيها، وعدوا من السنه ديت، وعارفين ايه اللي ممكن، ايه اللي بيواجهك دلوقتي في السنه ديت، ايه المشاكل اللي ممكن تواجهك، ايه المخاطر اللي بتواجهك، وازاي تعديها، ايه الغلطات اللي هم غلطوها، وهيقول لك ما بلاش تعمل كده لان انا غلطت الغلطه ديت واذتني، ضيعت مني وقت. فهيعلمك. فبلاش تتحرج انك تسال من الدفعه اللي اكبر منك، تتعرف على الدفعه اللي اكبر منك، واي حاجه تقف عليك اسالهم، اي حاجه تحتاجها اسالهم. هيفيدوك وهيوفروا عليك وقت، وهيوفروا عليك طرق غلط انت ممكن كنت هتمشي فيه. وبس كده.